السلام عليكم حبيباتي ومرحبا بكم في قناتي. اليوم جيتكم بوصفة جديدة وهي اللي راح نحضروها بهاد 2 حبات بطاطا و3 حبات تاع البيض. توجد تمتم، وجبة خفيفة ظريفة ليه توجد، ما تدي منك وقت، ما تدي منك مجهود، سواء كنتي عاملة ربة بيت، راكي تربي، مشغولة، عندك انشغالات غير هذه اللي راح تسلكك. ما فيها لا لحم لا دجاج، وصفة اقتصادية بسيطة. نتمنى انها راح تنال اعجابكم وتجربوها وتنجحوا فيها وتستفادوا منها. واذا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا له لايك وتبارطاجيوه مع احبابكم واصحابكم، وتشتركوا لي في القناة وتفعلوا زر الجرس هكا باش يوصلكم كل جديد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نبداو على بركة الله. نقشروا البطاطا نتاعنا. مكاش اللي ما تعرفش تنقي البطاطا اكيد. حبيت نبدالكم ونجرب لكم ونوري لكم كل الخطوات اللي تبعتها في هذه الوصفة. هكذا بعد راح نقطعوها مربعات صغيرة كأول خطوة. هذه هي اكيد كنا غسلناها هذه البطاطا نتاعنا. انا ما نقدرش نحمل الغبار تاع الخضروات في يدي كي نكون نقي فيها. اذا نقطعوا البطاطا تاعنا لمربعات صغيره. هذه هي طريقتي في تقطيع البطاطا. هكا نديرها هذه هي طريقتي انا. كل واحد وطريقته في التقطيع، كل وحده كيفاش موالفه كوزينتها. يعني اللي عندها هذيك لابونش هذيك احسن انها تستخدمها، حسها تعاون بزاف. انا بالحقيقه ما عنديش، سي بور سا اللي ما نستعملهاش. هكا تمتم يوجد تمتم. في هذا الاثناء رانا دايرين الزيت تاعنا تسخن باش نقليو هذه البطاطا. واللي حاب يكون الطبق تاعو صحي اكثر ماذا به يغليها هذه البطاطا ولا يفورها هكذا باش ينقص شويه الزيت على روحه، ينقص شويه كربوهيدرات. واحد قد ما يستحفظ على صحته يقول قليل في هذا الزمان. الاكل تاعنا كامل في الحقيقه اللي نحبوه ما راهوش صحي، هو صح شهي لذيذ بنين خفيف مي بصح صح مضر بالصحه. هذه هي بطاطسنا. هنا البطاطا تاعي راني رميتها تنقلى بعد ما كنت درت لها شويه تاع الملح. كاين بزاف الناس اللي ما يحبوش يديروا الملح للبطاطا قبل ما يقلوها، يخلوا حتى يقلوها ويكملوا باش يديروا لها رشه تاع الملح. انا نحب البطاطا نقليها بالملح، درت لها شويه ملح ورميتها في الزيت وبقى نروح نوجدوا لاصوص تاعنا. اذا بعد ما درنا البطاطا تاعنا تنقلى جينا لهنا باش نحضروا لاصوص. بدينا البصل، هاوليك البصل تاعنا هذا هو انا نقطع فيه لهنايا ونستعمل في الموس تاع الخبز كما راكم تشوفوا. يعني انا الموس تاع الخبز نحسو باللي يساعدني بزاف في التقطيع، سورتو البصل والطماطيش الطماطم. يعني البصل والطماطم نحب نقطعهم بهذا النوع من السكاكين، ما نحبش نستعمل السكين العادي خاطرش نحسو شغل راهو الاخر لي يعبز لي في الحبه، يزربع لي الورق تاعها، يخسرها لي فريمون يخسرها لي. اذا ها هو البصل تاعنا واجد، نروحو نزيدو له شويه تاع الثوم ونديروه في المقله. اذا عندي هذوما 2 سنينات، يعني 2 سنينات رايحين يكونوا كافيين عفوا نتلاحظم. نقطعوهم ثاني مربعات صغيره مع هذا البصل. ثاني الثوم تاعنا كي يطيب ثاني راح يذوب يذبال يولي كامل ما كانش. هكا نستعمل نفس السكينه انايا هكا. والمقله تاعنا راهي تسخن بالزيت. دوك نرمو لهم هذا البصل دوك نوريلكم. اذا هذه هي الزيت تاعنا راهي وجدت. نرمو لها البصل تاعنا اللي كنا قطعناه مع الثوم ونخلوهم يتحمر. نحركوها شويه ونغطوها ونخلوها.
حتى يدبان لنا كامل هذاك البصل تاعنا. نزيدو نكملو الوصفه تاعنا. هكذا انا منقصتلو الماء، نديرو على نار متوسطه هكذا باش يطيب فيه غرضو، باش ما يبقالناش يابس هكا يدير لنا غزوز تحت سناننا، باش ما نحسوش هذاك المذاق هذاك. راني منقصتلو النار باش نخليه يطيب فيه غرضو. راني دايرتلو لا ملح لا حتى حاجه، خلوه حتى يدبل شويه ونجو نديرولو لي زيبيس تاعو. اذا هنا بعد ما دبل لنا البصل تاعنا نجو نضيفولو مغرفه تاع الحشا تاع الطماطم مصبره، نخلطوها معاه. دبل لنا وبيض لنا كامل هكا خلوها تقلى معاه هكا، نخلطوها مليح. في هذه المرحله راح نزيدو لها لي زيبيس تاعنا، نزيدولو لي زيبيس تاعنا. انا في الحقيقه ما نحبش ندير لي زيبيس بزاف، راح ندير غير رشه تاع الملح هكا، وندير شويه تاع الفلفل الاسود. اللي حبت دير قزبر يابس ولا معدنوس يابس بالاحرى، عفوا معدنوس يابس، اللي طيب بالعكري دير العكري. انا في الحقيقه هاد لي زيبيس ما نستعملهمش. اللي حبت دير بصل جاف ولا ثوم جاف، واش حبيتو ديروا لي زيبيس تاعكم. تحب دير الكركم، واش حبيتو ديروا. انا لاصوص ما ندير لها والو ابار الملح والفلفل الكحل والوريقه تاع الرند. الوريقه تاع الرند اللي ما نستغناش عليها في كامل طيابي الاحمر مهما كان. هذه هي هكا، نخلوه يزيد يتقلى، نغطوه نعاودو نغطوه ونخلوه يزيد يتقلى مع شويه ونعاودو نولو ليه. شوفوا لي البصل تاعي كيفاش تجمر لي مع هذيك الطوماطيش وكامل. دوكا خلاص ما بقى لي غير نزيد نرمي لها البطاطا هذيك اللي كنا قليناها في الاول، نخلطها معاها نخليهم يتجانسوا شويه مع بعضهم هكذا. نزيد نخلطهم بلا ما نقسم الحبه تاعي تاع البطاطا، بلا ما نكسرها هكا هكا. اذا في هذه المرحله نفقصوا البيض تاعنا هنا في هذا اللون هذا باش نخلطوه مليح ميكسيوه بيان هكذا حبتين. يعني تقدري تستخدمي غير 2 حبات تاع بيض. انا نحب البيض في هذه الوصفه هذه. اللي حاب يزيد اي نوع تاع الجبن يقدر يزيد واش حبيتو. انا عطيتكم الاساسيات وانتم تقدروا تضيفوا في الوصفه كما حبيتو. نزيد لها قرصه تاع الملح. اللي حاب يزيد الفلفل الكحل، اللي حاب يعاود لي زيبيس تاعو كامل لهنايا في البيض يعاود عادي هكا. نكسيوهم مزيان ونفروهم على الوصفه تاعنا هكا. نعاودو نغطوها ونخلوها تتمر لنا. بعد ما يطيب لنا شويه البيض تاعنا نزيدو نضيفوا لها شويه تاع فرomاج غابي، واللي حاب يستغنى على الفرomاج معليش عادي، شويه جبن المبشور اللي حاب يستغنى عليه معليش يستغنى عليه. اذا هذه هي الوصفه تاعنا لنهار اليوم، راهي واجده معنا. انا زدت لها من الفوق شويه تاع الجبن المبشور وخليته يزيد يذوب شويه فيها في الوصفه تاعنا، وقطعت له شويه البصل الاخضر هذاك البصل الطويل. نتوما اذا حبيتوا تزيدوا لها شويه تاع المعدنوس وشويه تاع الحشيش ولا شويه تاع زيتون ايفيلي. حطيت لها هذاك القرين تاع الحار. الله الله كيف راهي تشهي. الله الله الوصفه تاعنا اليوم جات تهبل. الريحه ما نحكي لكمش عليها. وفي الاخير ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في رواحتكم، وان شاء الله يكون عجبكم الفيديو تاع اليوم. وما تنساوش ديروا لي جيم وبارطاجيو لا فيديو مع احبابكم مع اصحابكم باش يوصل لاكبر عدد من المشاهدين. وما تنساوش تبعثوا لي تعليق اذا زيتوا الوصفه ولا عجبتكم ولا. وما تنساوش تشاركوا في القناه اذا ما كنتم مشاركين فيها، وفعلوا زر الجرس باش يصلكم كل جديد، وهذا فضلا وليس امرا. والى الملتقى ان شاء الله والى اللقاء.